بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور وكل حاجة حلوة على حبايبي ومتابعيني داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتنزلوا تفعلوا الجرس للكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة يوصلكوا بها اشعار جديدة على خير ان شاء الله يا رب. دايما كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما في خير وصحة وسعادة وهنا يا رب، ويعود علينا الايام كلها بخير وسعادة وهنا يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض تشكيلة من الجلاش تحفة، هعمل لكم الحشو فيها روعة هتدمنوها. يلا بينا نعمل الجلاش بحشو الكنافة وشوية مكسرات بضيفهم مطحونين بيخلوه في حتة تانية خالص. يلا بينا نقول مكوناتنا على بركة الله. بجيب الكنافة بحمرها تحت الشواية او ممكن تحمريها على البوتاجاز، مفيش اي مشكلة خالص وبتبقى حلوة جدا. تمام كده تمام. اضفت لها شوية من السكر البودر وبضيف ليها كمان المكسرات بتاعتي. انا بضيف سمسم مطحون وبضيف السوداني وجوز هند واحط الزبيب عليهم كده من فوق والريحة بتبقى خطيرة. انا بضيف السمسم لاي مكسرات عندي بحطها في الحشوة بتديني ريحة في حتة تانية خالص وطعم كمان. كده انا اضفت المكسرات واضفت شوية من الشربات وهضيف كمان شوية من السمنة عشان لما اجي احط الحشوة جوه الجلاش ما تخرجش مني وتفضل ماسكة في الجلاش. تمام كده تمام. ضفت شوية من الشربات كده تمام وقلبت الحشوة كويس جدا جدا فيه. دهنته بسمنة طبعا عادي اللي انا هشتغل فيه، وعندي هنا السمنة مع زيت او هتحطيه كله سمنة كاملة مفيش اي مشكلة، بس انا حاطة كمية السمنة اكبر من كمية الزيت هنا. يلا بينا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة انا هعملها هجيب الورقة بالشكل ده وادهنها، دهنتها سمنة واطبق الجزء ده من فوق بالشكل ده. ده اللي انا هحط فيه الحشوة عشان تمسك معايا كويس وما تتقطعش مني الورقة كمان. عايزة تعملي ورقة واحدة اعملي، عايزة تعملي ورقتين بس الورقة بالطريقة اللي انا بعملها بيها واطبق نصها بتتحمل وتبقى حلوة جدا. هلفها بالشكل ده، طريقة سهلة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة. هحط في الصاج بتاعي بالشكل ده وارصهم صوابع كده لغايه ما اخلص الكميه كلها معايا. كده الكميه كلها خلصت معايا بالشكل ده. هرشهم سمنه من فوق عشان يطلع محمر كده ومورق كمان. هدهنهم كويس جدا 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 واركنهم على جنب ونعمل الطريقه التانية. هدهن الورقه بالشكل ده وبرده هتن الطرف ده بتتنيه قلنا عشان يتحمل معاك الحشوه، عشان طبعا الحشوه انتوا زي ما حضراتكم شايفين كنافه وحاجات تانية ومكسرات فتقيله شويه فتتحمل الورقه. هتن الطرف بالشكل ده، هلفها رول برده بالشكل ده وبعدين اقطعها وارصها وهي واقفه كده، وما تخافيش على الحشوه مش هتخرج خالص واديك هتشوفي. خلصت الكمية بالشكل ده. هعمل معاكي طريقة تانية حلوة جدا جدا وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. هعمل وردات من جوه شكلها تحفة ومنتهى الشياكة الصراحة، واللي يعجبك بقى اعمليه. 3 طرق معاكي بنفس الجلاش هو ونفس الحشوة كمان. انا هلفها بالشكل ده وبعدين هلفها زي الوردة. شايفه منتهى السهوله والبساطه، مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. وكمان عايزه تحشيها من جوه ممكن تحشيها وتعمليها بنفس الطريقه، بس انا فضلت ان انا اعملها كده. دي الصينيه اللي احنا عملناها فيها شكلين اهم، ودي الصينيه الاولانيه اللي احنا رصيناها صوابع. هقطعها بالشكل ده، قطعها على قد الصباع اللي انت محتاجاه. احنا كده مشغلين الفرن، هندخلها الفرن ونرجع نشوفها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال، شايفين الوردات شكلها حلو ازاي، وكمان الصوابع
حلوة جدا جدا، والطعم بسم الله ما شاء الله مع الحشوة اللي جوه في حتة تانية خالص. جربيها هتعجبك كتير. والشربات هنا نسيت اقول لكم عليه، كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، عصره ليمونه، ورقه فانيليا، ومعلقه سمنه كده في الاخر، هتخليه في حته تانية خالص. وهتنسي تضيفي السمسم المطحون، بيدي ريحه وطعم للحشوه حكايه. في اي حلويات تعمليها الصراحه روعه. انا بعتمد الطريقه دي ما ببطلهاش خالص، واسيبهم لما يهدوا كده واخرجهم، وشايفين الجمال واللون والطعم حكايه. قولي ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ 3 تشكيلات منتهى الجمال والشياكة، وانت اللي هتحكمي بعد ما تجربيهم. كل اخواتي وحبايبي ما تنسونيش بلايك حلو للفيديو، وتشرفوني دايما بالاشتراك في القناة، وتفعلوا جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد على خير دايما يا رب ان شاء الله.